الإمام أحمد بن حنبل خرج في رحلة طويلة يبحث في صحة حديث، وفي الطريق تعب جدا فدخل المسجد ينام فيه، لكن الحارس ما كانش يعرفه وطرده بره. وهو واقف على الباب مش عارف يروح فين، شافه خباز بسيط بس قلبه حي، خده على بيته ينام عنده لحد الصباح. وخلال الكلام والدردشة الإمام لاحظ إن الراجل ده طول الوقت بيستغفر، فسأله: هل وجدت أثرا للاستغفار؟ قال له: والله يا إمام ما دعوت دعاء إلا واستجيب لي إلا دعاء واحدا. خدوا الفضول وقال له: وما هو؟ قال له: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فذهل الإمام، قال له: والله لقد جررت إليك جرا. صاحب الحلاق ضحك، بس أنا فضلت باصص له وسألته بنص هزار على نص جد: وهتكون دعيتي إن أجيلك كده؟ فجأة ملامحه اتبدلت وعينيه دمعت، وقال لي: والله يا أحمد أنا بقالي أيام بدعي ربنا يفرجها من عنده. أنا في كرب شديد جدا ودعيت بزيادة الرزق والزباين ونمت عليها بعد صلاة الفجر. وقال لي: يمكن أنت الرزق واستجابة الدعاء. في اللحظة دي الموضوع ما بقاش دقن بايظة وشوية شعر اتشال بالغلط، وتفكيري في اللي كان مضايقني بالليل اختلف تماما، والموضوع بقى رسالة. مثلا ان في حاجات كتير بتحصل لنا بنفتكرها غلط وهي في الحقيقه توجيه، فيها حظ سيء، ولكن في الحقيقه هي ترتيب الهي دقيق من رب يدبر الامر. خلاصه ببساطه، مش كل حاجه ضايقتك كانت ضدك، ومش كل موقف لخبطك كان غلط. احيانا بل كثيرا ربنا بيغير طريقك عشان يوصلك لحد محتاجك او يوصل حد ليك. المره اللي جايه اسال نفسك: هو انا اتجريت لفين وليه؟ يمكن الحكايه اكبر بكتير من اللي انت شايفه.